دخل مروان الأوضة بدون أي كلمة وقفل الباب وراه بهدوء ما قبل العاصفة. مليكة بابتسامة ساذجة جدا: بقولك ايه، في مسألة مش عارفاها في الفيزياء، وبما انك مهندس فتعال حل معايا دي. مروان في حتة تانية خالص مسكها من شعرها. مليكة: يا شعري، انت بتعمل كده ليه؟ علشان واحدة بنت، وبقى خدوا عندكم في الشتايم، تخدعني انا وتروح تمشي مع واحد زبالة زيها. ما انت لو اتربيتي ما كانش ده حصل. بس عادي، ملحوقة، هربيكي من اول وجديد، هرميكي في الشارع زي كلاب السكك تاكل فيكي. انا غلطان اني امنت نفسي وبيتي لواحدة زيك. اسمعني، انا هفهمك على كل حاجه. انا بحبك وبحترمك زي اخويا الكبير، مش اكتر. مش متقبله فكره انك جوزي، انت اكبر مني بكتير ومتجوز. انا لقيته من سني فعجبت بيه. مروان بعيون حمرا وبغضب عماه: لا غلطانه، وكمان بجحة يا بت، يا بجحتك يا شيخه. وكمل بسخريه: اخوك مين؟ انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ بس وماله، هفكرك بيه، ولا تزعلي يا شيخة. ملكة بخوف: مروان، اوعى تقرب مني، والله مش هعمل اي حاجة تاني، مش هكلمه، والله مش هكلمه تاني، صدقني. مروان بغضب: هو لسه في كلام تاني؟ ده انا هربيكي من اول وجديد. قلع حزامه وفضل ضرب فيها تحت صراخها منه وتوسلاتها انه يسيبها، وهو لسه مكمل ضرب فيها. وامه من بره نادية: يا ابني يا ابني، في ايه يا ابني؟ افتح الباب، صوتكم جايب لبره، في ايه يا مروان؟ افتح وقول لي ايه، في ايه؟ حرام عليك، البت هتموت في ايدك. مروان فضل يضرب فيها، وبعدين ساب الحزام ومسكها من شعرها وفضل يقرب منها وبصلها بخبث: دلوقتي هنشوف انا ازاي اخوكي. قرب منها ومرعاش للأسف، صغر سنها. هي غلطت، بس مش لدرجة قسوته دي. مرحمهاش ولا رحم توسلها. ليه عمل فيها كده من غير رحمة، من غير ما حتى ما يرعى صغر سنها زي ما قلت لكم؟ تاني مرة يعملها، خلص من اللي بيعمله بهدوء ولبس قميصه وعدله، فتح الباب وطلع بره. نادية بدموع عليها: عملتي ايه في البنت يا مروان؟ والله ما هسامحك لو كان اللي في بالي بجد حصل. دخلت عليها لقيتها مغمى عليها وبتنزل مادة حمراء من كل حتة في جسمها. صرخت نادية: فرحة، الحقيني، هاتي الدكتورة يا فرحة بسرعة. جت فرحة جري، اتصدمت من اللي شافته وفضلت تعيط وهي بتجري علشان ترن على الدكتورة. فرحة بكى: ايوه يا دكتورة، تعالي بسرعة في فيلة عائلة الاسيوطي. الدكتورة بتوتر: حاضر حاضر، هي نفس الحالة. ايوه يا دكتورة، تعالي بسرعة، احنا مستنيينك. وقفلت معاها وطلعت فرحة جري على فوق تحاول تفوقها مع الحاجة نادية، لكن مليكة للأسف استسلمت لقدرها ونامت في ثبات عميق. جت الدكتورة وكشفت عليها. الدكتورة دي دخلت في غيبوبة من اللي حصل لها، وانا مضطرة اقدم بلاغ في اللي عمل كده. نادية بدموع: اللي عمل كده جوزها يا دكتور. دكتورة بغضب: دي ضعيفة جسديا وسنها صغير، ازاي يتعامل معاها كده؟ دي لسه يعتبر طفلة. نادية سكتت ومعرفتش تقول ايه، اصلها هتقول ايه؟ الدكتورة: لازم تتنقل حالا للمستشفى وناخد الاجراءات القانونية. نادية: ايه اللي انت شايفاه صح يا دكتورة، اعمل ايه؟ انا معاكي في اي حاجة. وفعلا تم نقل مليكة للمستشفى وبقت تحت إشراف الدكاترة، لأن حالتها للأسف متأخرة. عرف سالم باللي حصل وتعصب من ابنه، رن عليه بس رقمه مغلق. سالم: ابنك ده هيخسر البت دي بسبب عمايله، ازاي يعمل كده؟ فوت أمري لله. نادية بحزن: أنا مصدومة قوي في ابني. ممكن يبقى أنا كنت فاكرة إن ممكن يبقى كبير وعاقل، ازاي يعمل كده؟ ويا ريت يواجه غلطه، لا ده هرب وسابها الجبان. طب رن على سيف، انا حاسه ان هيكون عندنا اجابه. تصدقي صح، سيف راح من بالي فين ده. رن سالم على سيف، رد سيف: سالم، ايوه يا سيف يا ابني، ايه اخبارك؟
سيف بحب: الحمد لله يا حاج، انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله دايما يا ابني. كنت عايز اسالك، تعرف فين مروان؟ سيف باستغراب: هم هو ما قالكمش ان هو مسافر؟ سافر؟ سافر فين يا ابني؟ اه سافر، وكان متفق على اسبوع سفر، بعد كده خلاه سنة وقال لي اتابع انا وانت شغله هنا. سالم بصدمة: كل ده يحصل وانا معرفش؟ هو في إيه يا عمي؟ سالم بحزن: مليكة، مليكة في المستشفى في غيبوبة. نعم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولغاية هنا يكون خلص الجزء ده. بحبكم جدا، استنوني في أجزاء كتيرة جديدة من صغيرة على أسوتي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وباي باي.